العمود المربع ده لما بنشوفه كده في معبد من المعابد، زي مثلا المدخل بتاع معبد أبيدوس. عندنا العواميد المربعة اللي موجودة في الكورت يارد بتاع معبد هابو. عندنا في معبد حتشبسوت فيها عندها عواميد مربعة. في عندنا في معابد مختلفة كتير هنلاقي دايما الشكل بتاع العمود المربع. العمود المربع ده بيرمز لإيه؟ الشكل الهندسي للمربع. المربع كشكل هندسي ليه 4 زوايا، ليه 4 أركان. ورقم 4 في مصر القديمة زي ما ناخد في الأرقام بتفصيل بكرة بيرمز إيه بقى؟ بيرمز للباور، للقوة. بيرمز العمود إلى الاستابيليتي، الاستقرار. بيرمز الشكل المربع للجانب المنتال، للعقل. بيرمز للكا، للسبيريت. الشكل المربع بيرمز للقوة، بيرمز للثبات، بيرمز للاستقرار، بيرمز للإمورتاليتي والدوام، وبيرمز للمنتاليتي، بيرمز للكا، للسبيريت، النفس. عندنا العمود له 4 أركان. العمود أو الزاوية الأولى للعمود المربع اسمه رخ، المعرفة، الديفاين كينجشيب، الملكية المقدسة في مصر القديمة. الملكية المقدسة في مصر القديمة كانت بتقوم على 4 أركان. عشان كده العمود بيدي معنى الاستقرار ومعنى القوة والثبات. الزاوية الأولى للعمود المربع بترمز للرخ، رخ اللي هي النولج، المعرفة.